في اشكال كتير للغياب زي ما قلنا. واحد، انه الاب يكون غايب بالطلاق او بالهجر، يعني ساب البيت ومشي. الصعب في الحالات دي انه الطفل اللي ابوه مات بيبقى شايف انه قدر اتاخد، وحتى لما عقله بيصور له انه هو مشي ليه، هو خلفني ليه، بيجي جزء معرفي كده بيقول انه ما هو مات، ليس له حيلة في هذا الشيء. لكن غياب الاب المسافر او الاب اللي اختفى او الاب اللي طلق هو غياب اختياري. الطفل بيسأل نفسه السؤال الابدي، هو ليه ابويا ما اختارنيش؟ ويفضل حاسس بالرفض وماشي في الدنيا بيدور على حد يختاره زي ابوه. وهنا بيظهر الجزء اللي بيبقى موجود جوه الطفل بتاع الخوف المزمن من التخلي والهجر. في الاب الغائب بالسفر او الغياب الجسدي بيبعت فلوس لكن مشاعره قليله. الطفل هنا بيحس انه يتيم نفسيا حتى لو البيت مليان فلوس وخير. الغياب ده بيخلي الطفل فاقد الامان الاساسي والقدره على الاكتشاف الامن. يعني الولاد بيتعلموا القسوه ويفقدوا الثقه في العلاقات. ليه؟ لانه حاسس انه او بيفكر انه ابوه اختار يمشي ويسيبه فهو مش مهم. طب البنات الابحاث بتقول انه غياب الاب بهذه الطريقه بيزيد من احتمال دخول البنت في علاقات عاطفيه غير مستقره. غير كل الخناقات اللي بتحصل في دماغ الذكور والاناث اللي ابوهم هجرهم بالطريقه دي، المجتمع بيفضل يضغط. انت ابوك فين؟ انت من غير سند. ما هو مسافر بره عشان يجيب فلوس بس سايب ولاده. فالطفل دايما بيحس انه مختلف، ناقصه حاجه، اقل من غيره، وبالتالي بيبدأ يطلع آليات للتكيف.